إذا أمرتني بشيء أكون فيه كالسكة المحماة أم أتأنى أتروى؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له لا تروى. قال هذا الرجل ما عنده شيء، ممسوح. نزلت آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني التهمة وجهت إلى ماريا من جهة أخرى، هالشكل اتهموها. هذه الآيات نزلت تبرئة لمارية القبطية. هذه القصة اللي عندنا. هناك قصة ثانية عند غيرنا موجودة مذكورة في الكتب، لكن الموجود عندنا قضية صارت في أيام النبي صلى الله عليه وآله. شخص اتهم شخصه، إفك حصل، إفك افتراء. هناك من افترى على طرف آخر اتهمه بكذا. الرواية اللي عندنا مو اللي عند غيرنا. عند غيرنا أكو حكي ثاني. الرواية التي عندنا مضمونها أنه لما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله عنده ولد، صار له ولد اسمه القاسم، أو توفي في الصغر من السيدة خديجة سلام الله عليها، وبه يكنى أبو القاسم. أو عنده ولد ثاني إبراهيم عليه السلام اللي من ماريا القبطية، وأيضا هو طفل صغير يمكن عمره 18 شهر، قايلين 1.5 سنة، توفي وقبره في البقيع. معروف اللي رايحين للمدينة المنورة لما يزورون البقيع الشريف من ضمن القبور التي تزار قبر إبراهيم ابن ماريا القبطية. ماريا مصرية، بعثها تاريخ، هذا قاعد أنقل تاريخ ما هو مكتوب، بعثها قايلين ملك الإسكندرية المقوقس. النبي صلى الله عليه وآله لما استتبت له الأمور وقويت شوكة الإسلام وفتحت مكة، كتب إلى ملوك الدنيا في ذلك الزمان رسائل، إلى كسرى ملك الفرس، إلى قيصر ملك الروم، إلى النجاشي ملك الحبشة، إلى المقوقس ملك الإسكندرية. كتب لهم رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام، وذاكرين قضايا مفصلة. ذول اللي أرسلت إليهم الرسائل ردود أفعالهم كانت مختلفة، كل واحد كان عنده رد فعل معين. الآن ما نريد ندخل بتفاصيلها. هذا المقوقس حاكم الإسكندرية شنو رد فعله كان لما جيء له بكتاب النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا لا أسلم ولا رد بخشونة، إنما صار يجامل، يريد يلين القضية. بعث للنبي صلى الله عليه وآله هدايا، خلص بعث له هدايا وراد يخصمها بهالطريقة هذه، يعني لا أسلم ولا سوى شيء، هدايا. فالهدايا ذاكرين من ضمنها جاريتان، إحداهما ماريا والثانية أختها، إما اسمها سيرين أو نسرين، الآن حسب التنقيط، نسرين أو سيرين. سيرين أو نسرين أعطاها للشاعر حسان بن ثابت، أعطاها هذه إله. أو حسان بن ثابت ذاك اليوم
حسان بن ثابت المعروف أنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله، وإلى أبيات يوم الغدير: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، يقول فمن مولاكم ووليكم، فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجد منا لك اليوم عاصيا. ويذكر قصة عيد الغدير وشلون النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام، يذكرها قضية الغدير. لكن بعد 25 سنة تقريبا تغيرت الأمور، صار كلام ثاني. يعني على كل الآن لا ندخل بهالقضايا. المقصد سيرين نسرين أعطوها الحسان، وماريا أبقاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه. الآن اعتقها وتزوجها أو لا، أبقاها أمة وراحلها كأمة. احتمال، يعني المسألة فيها كلام، احتمال أنها بقيت كمملوكة لكن بيت النبي صلى الله عليه وآله، وحملت بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، وتوفي إبراهيم. ومذكور هذا الكل ذاكري أن النبي صلى الله عليه وآله حزن وبكى على إبراهيم عليه الرحمة عليه السلام، فقيل يا رسول الله تبكي؟ قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. لهنا القضية عادية. هناك من قال للنبي صلى الله عليه وآله كلاما، قال له أنت ليش زعلان؟ هذا منو قال ابنك؟ هذا ابن واحد ثاني. أكو من حكي هالشكل حكي ابن نجيح أو ابن جريح. منو هذا نجيح جريح؟ قايلين المقوقس لما بعث، مو قلنا جاريتين في ضمن الهدايا، ومن ضمن الهدايا طبيب دكتور مال ذاك الزمان، أو شخص آخر مثل خادم هالشكل شيء، سائس هذول هم كان مرسلهم. وبالمناسبة هم قايلين الطبيب ظل مدة بالمدينة المنورة، شاف ماكو مرضى ما حد يجي يتعالج عنده، وقالهم الآن قال للنبي صلى الله عليه وآله أو للناس، قال أشوف أنتم ما بيكم مرضى، ما حد يجي يتعالج عندي. فإما النبي قال له، يمكن النبي الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا، ولا ونقوم قبل أن نشبع. يعني ما ناكل زايد، وقت اللي نجوع ناكل، ومن ناكل هم نقوم وإحنا بعدنا نشتهي الطعام. هذه صحة. بعض الناس ماكل من الصبح لليل ياكل 20 مرة ياكل، كل ما حصل يريد ياكل، ويضره هذا يضره، لكن شو تسوي له؟ يقول اشتهي. بابا هذه الماكينة يكون تشتغل، ذاك الأول ينهضم بعدين تجي تحط بيها، يظل ياكل تالي يتمرض ويطيح بالفراش. يكون يجوع يلا ياكل، وبعدين من ياكل هم بشكل معقول يخلي شوية فراغ كذا يشم الهواء، مو انه يوصلها لهنا لنفسه يريد ينقطع. على كل فيقولون بالي قايلين تاريخيا هذا الطبيب قال انا بعد ما اقعد بالمدينة المنورة، ما حد يجي يتعالج عندي. ظل هذا المسكين هذا نجيح اسمه او جريح، هذا رجال فقير يشتغل، قام يشتغل بالمدينة المنورة. هناك من اتهم ماريا عليها الرحمة، ماريا امرأة جليلة محترمة، هناك من اتهمها قال هذا مو ابنك، يقول للنبي صلى الله عليه وآله هذا ابن هذا المصري، على أساس هذه مصرية جاية وهذا مصري جاي وكذا، اتهمها.
مضمون الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله بعث خلف أمير المؤمنين عليه السلام، قال له هذا سيف أخذه، روح اقطع رأس جريح وجيبه أو نجيح. راح الإمام. النبي والإمام من يتصرفون يعرفون شلون يتصرفون. النبي ما قال لهذا الطرف، اللي مرأة قالت للنبي هالكلام، ما قالها أنت تكذبين كذا، يريد على أرض الواقع يبين شنو القضية. قال له روح اقطع رأس هذا وجيبه. راح الإمام ما ناقش، أخذ السيف ومشى. جاء إلى حائط يعني بستان، هذا يشتغل هناك. اجى دق الباب، باب البستان، هذاك طالع من وراء الباب شاف الإمام وبيده سيف، خاف وما يدري شنو القضية. شاف الإمام جاي وبيده سيف، قام يركض بالبستان. الإمام كسر الباب ودخل ورا، صار يركض والإمام ورا. وصل إلى نخلة، قام يصعد عليها من خوفه، يعني ما سأل الإمام أنت ليش جاي كذا. قام يصعد على النخلة شوية مترين ثلاثة، طاح. شي صعد على النخلة؟ طاح على ظهره، وما كان لابس شي تحت الدشداشة، دشداشته انشالت، فإذا هو ممسوح، يعني ما عنده شي، ممسوح. الإمام هم دار ظهره سلام الله عليه ورجع للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إذا أمرتني بشيء أكون فيه كالسكة المحماة أم أتأنى أتروى؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له لا تروى. قال هذا الرجل ما عنده شيء، ممسوح. نزلت آيات الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني التهمة وجهت إلى ماريا من جهة أخرى، هالشكل اتهموها. هذه الآيات نزلت تبرئة لمارية القبطية. هذه القصة اللي عندنا. هناك قصة ثانية عند غيرنا موجودة مذكورة في الكتب، لكن الموجود عندنا هذا.